النهاردة هنعمل مع بعض قراقيش يعني مقرمشة من بره وهشة من جوه، والطعم خطير ما يختلفش عليه اتنين. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة. أول حاجة هحضر معاكم خليط الخميرة. هحتاج 4 كوبايات لبن دافي ومعلقتين كبار خميرة ومعلقتين كبار سكر، ونقلبهم كويس ونسيبهم 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. بعد كده معايا 2 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات و3 معالق كبار سمسم، ونقلبهم كويس في الدقيق. وبعد كده نزلت بمعلقة كبيرة بيكنج باودر ونقلبها في الدقيق، وبعدها نزلت برشة ملح ونقلب الدقيق كويس. وبعدها هنزل ب4 كوبايات سمنة مذابة، وابدأ افرك السمنة مع الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده هي بس القراقيش، اللي هي امسك الدقيق وافرك بين ايديا، ودي مهمة جدا لازم اديها حقها. بجد هي اساس نجاح الوصفة. شايفين القوام بتاعها؟ وبعد كده هضيف خليط الخميرة وهبدأ اعجن بشكل خفيف لحد ما الدقيق يتشرب اللبن. زي ما انتوا شايفين كده، سهلة جدا على فكرة. وبعد كده هبدأ ألمها كده. العجينة بقت تمام، هغطيها واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. ما شاء الله شكلها حلو جدا. دلوقتي هنعمل الشكل التقليدي اللي كلنا عارفينه.